عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل، شنحوالكم؟ ان شاء الله تكونوا الكل بألف خير. انا الحمد لله لاباس، نسأل عليكم على حوالكم. جيتكم اليوم ابروسات ياسر سهلة وحاجة بنينة وماهيش مكلفة، مش نعملوا مع بعضنا كب كيك نودوا به صغيراتنا يهزوه تويكا وقت امتحانات كيا لمجة، والا حتى في العشوية تعطيهم عيبة. حاجة ياسر بنينة ومكوناتها سهلة. يلا ندخلوا بعضنا للكوجينة. عندنا لهنا كعبتين عظم يكونوا بدرجة حرارة الغرفة. عندي لهنا 50 ملي لهنا قارص، عصرت ما يقارب كعبتين والا كعبة تكون كبيرة. عندي لهنا 150 جرام سكر حبيبات، وعندي لهنا 140 جرام ولا ملي كما انتم تحبوا زيت نباتي. هذوما هما المكونات. باش نكملوا نزيدوا عليهم ساشي خميرة مرطبات وساشي سكر فاني، ومش نكملوا نزيدوا عليهم زاده 250 جرام فرينة. هذوما هما المكونات اللي نسحقوهم مع رشة ملح صغيرة. هنا لهنا كابتين عظم درجة حرارة الغرفة، عليهم رشة الملح. رشة الملح هذيك تعدل لنا النكهة متاع الحلويات متاعنا. ومش نبداو لهنا نطلعوا في العظم جست شوية، معناها مش برشا، بالمضرب الكهربائي. وكان ما عندكمش نجموا تستعملوا المضرب اليدوي، اما يستغرق اكثر وقت. بالمضرب الكهربائي نجموا في 3 دقائق يطلع لنا العظم نتاعنا. ونبداو بشويه بشويه، كل مره نزيدوا في السكر حبيبات ونزيدوا معاهم السكر فاني. هكايا يكون الخليط متاعنا اطلع. شوفوا كيف القوام متاعو، تحسوه ثقيل وتكاثف العظم، معناها تخدم بالكدا. وهذاك هو اللي يخلينا من بعديك الكب كيك متاعنا يجي هشوش ويجي خفيف. تشوفوا كيف من بعد يجينا مثقب ويجينا خفيف. كملت زدت لهنا الزيت، وكل ما نزيد حاجة نكمل الركض معناها بالركاض الكهربائي. وبتباعك مش نحطوا لهنا الفرينة، ديما نحطوا من اللول اشتر ونحن بعديك نزيدوا الخميرة، ومن بعد نكملوا اشتر الثاني، خاطر فرينة على فرينة تفرق، معناها ثم اللي تشرب وثم اللي لا. وبتباع ديما نغربلوها باش تجينا هكاك الفرينة متاعنا مهوية. ولهنا خذيت انا القالب نتاعي هذايا نتاع الكب كيك، لكن الورقات اللي مش نحط فيهم جاو كبار، خاطر من الاول ما كنتش مش نعمل في القالب هذاك، شريته مؤخرا. اما كي خذيته قلت يلا علاش لا، خليني نجرب فيهم، وان شاء الله مره جاي نولي ناخذ الكاساتات الاصغر على حسب المول متاعي، باش يجيو كعبات الكب كيك ياسر مرتوبين. هما حتى هكايا راهو جاو ياسر محلاهم، تشوفهم بعديك الريزلتا. كملت عبيت لهنا الكاساتات متاعي، وكي نحطوا الخليط ما نعبيوهش، معناها ما نعبيوهش للاخر، نخليو معناها جزء صغير باش تطلع لنا الكب كيك متاعنا وتتنفج معناها وتطيب في راحتها، ما تبداش مضغوطه، خاطر كي نعبيوها برشا تولي تنجم حتى تفيض لنا على طبق ولا حاجه. وهكايا نكمل نعبي الكعبات متاعي في المول. ولهنا بالطبيعة نكونوا مسخنين الفور متاعنا على درجة حرارة 150، مش نخليهم ما يقارب بين 30 ل 40 دقيقة. وبالطبيعة كل واحد والفور متاعهم، معناها ثم اللي فور سخون، ثم اللي يشعل من فوق ومن اللوطة، ثم اللي يشعل من اللوطة كهو. معناها انكم ميزانكم ديما تفقدوهم. انا لهنا شفتوا الكعبة الاخرانية كنت ناوية مش نعملهم في القوالب هذوكم، على ذاك خذيت الكاسيتات هذوكم الكبار، معناها يجيو قدهم قد. وما شاء الله الكمية اللي عملناها بكعبتين عظم طيحت لنا 13 كعبة ما شاء الله بالكدا، معناها يعاونونا مثال على فطور الصباح والا على اللمجة والا معناها قوتي للصغيرات في الدار والا في المكتب زاده كيف حاجة ياسر كما شفتوها خفيفة، وحاجة ماهيش معناها ماهيش مكلفة وما تتطلبش برشا مكونات. وهذو من الكعبات متاعنا من بعديك جاو ياسر بنين وهشوش. لهنا ركبت كريم شانتي وزدتها نكهة القهوة ذيك، حبيت نزين بها وحطيتها لهنا في البوشيت وزينتهم معناها بشوية كريم شانتي. لهنا الكريم شانتي حطيت على 100 ملي حليب 2 باكوات. تنجموا انتم تعملوا باكو اكاها وتنقصوا في كمية الحليب باش تجيكم هكايا عاقدة وما تجيكم سيحة وتقعد معاكم، حتى كي تقعد شادة روحها. لهنا بعد ما حضرتها وفي السهرية كليناها الكريم قاعدة شادة روحها وما تحلتش كما تعرفوا، خاطر كريم شانتي مسخانة في ساعة تتحل. وشوفوا لهنا الكعبات كيفاش خليت معاكم لهنا كعبة الكب كيك ياسر هشوش ويذوبوا في الفم خفيف هكايا تريين بالرسمي بنين على الاخر. ننصحكم باش تجربوهم.
وكما قلت لكم زاده الكريم شانتي كي تخدموها بالكدا تطلع لكم راهي تقعد لكم شد القوام نتاعها وما تطيح لكمش وما تسيح لكمش. بالطبيعه تقلوا في كميه الحليب اللي مكتوبه في الباكو. هذوما هما كعيبات الكاب كيك نتاعنا، ان شاء الله يعجبوكم، وكان عجبوكم وجربتوهم ما تنساش تبعثوا لي تجاربكم على صفحه الفيسبوك نفس اسم القناه شيفة ددو، والا على جروبنا كوجين الددو. مرحبا بكم الناس الكل، وراهو تشجيعكم وكومنتاريتكم وجيماتكم هما اللي يشجعوني، هما يخلوني ديما نرجع لكم بالحاجات الجديده وبالريسيتات السهلين الخفيف. كما شفتوا بكابتن عظم ماهيش مكلفه وماهيش متطلبه برشا مكونات، والمكونات نتاعها متوفره في كل دار. تنجموا تجربوها وتودوا بها صغيراتكم ومعناها وعائلتكم هكا، علاش لا؟ حاجه خفيفه هكا، خاصه تويكا بادئ الدنيا تسخن، وحاجة عملناها في الدار. عرفتوا حاجة انت تعرف شنو مكوناتها، ماهيش فيها مواد معناها مصبرة ولا مواد حافظة. وان شاء الله ربي يحمي صغيراتنا، وان شاء الله ربي يفضلهم كي نعملوا لهم حاجة كي من يدياتنا نودوهم بيهم. علاش لا؟ كيما تشوفوها حاجة ما تاخوش راهي برشا وقت، نجم حتى في نص ساعة تكون حضرت لمجة صغيراتك. تنسونيش اهم حاجة كي تدخلوا للقناة تعملوا ابوني، تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتخليوا لي الكومنتات، راهو ما يخسركم حتى شيء، بالعكس يشجعني انا باش نرجع لكم بالسهل وبالجديد. وبقى لي كان نقول لكم نحبكم برشا وبسلامة.